قيم الحداثة. من زخرف القول ما يشيع في كتابات كثيرة وما يدور في وسائل إعلامية غربية وعربية من الحديث عن القيم الكونية أو قيم الحداثة، بدءا بقيم الاقتصاد إلى قيم الفكر والشعور والوجدان، ومرورا بالهويات والخصوصيات والثقافات، وانتهاء بتنميط عيش الإنسان على نمط وحيد عن طريق هيمنة ثقافة واحدة وتسليط نمط فكري واحد الأنجلو أمريكي عنوة على جميع الثقافات المختلفة. فهي قيم تحمل بصمات الزمان والمكان، أي الحضارة التي أنتجتها الحضارة الغربية، إلا أن أصحابها أرادوا لها أن تكون قيما كونية واحدة ووحيدة تتحكم في كل الخلق طوعا أو كرها، استتباعا وتنميطا، أو تخريبا وتدليسا. وإذا ظهر خطاب يخالف تلك القيم يتهم بالتخلف والإرهاب. حتى ما يعرف بحوار الأديان وما يعلن عن عولمة الثقافة وإنسانيتها مع أهميته في بناء المشترك بين الحضارات، وما أكثر ما يمكن أن يقدمه الإسلام بقيمه في هذا الجانب، إلا أنه في إطار الرؤية الإمبريالية أصبح لا يعدو أن يكون شعارات لتذويب الحضارات المغلوبة في الحضارة الغالبة، وليس في حقيقة أمره إلا محاولة لتثبيت وجود القيم الليبرالية الغربية في كل الحضارات والأديان، باعتباره وسيلة ناعمة لفرض الهيمنة الغربية على الحضارات الأخرى. وأصبحت المؤتمرات الدولية وسيلة لتحصيل اعتراف من مختلف بقاع الأرض بعالمية قيم حقوق الإنسان والمساواة والديمقراطية وغيرها، وفق الرؤية الغربية ومفاهيمها وقيمها. ولعل أهم ما يميز هذه القيم العالمية التي يدفع إليها الناس جميعا دفعا آفتان تؤذيان الإنسان في صميم وجوده الأخلاقي، بما ييأس معه من الصلاح في حاله والفلاح في مآله. أولهما آفة الانقطاع عن الغيب، وثانيهما آفة البعد عن قيم الوحي المعصومة، ففقدت بذلك التوفيق الإلهي الذي هو ضامن لفائدة المقاصد في حركتها، والعون الرباني الذي هو ضامن لنجاعة الوسائل في آلياتها. وبدلا من أن ترتقي بالإنسان في مدارج الكمال، أخرجت لنا إنسانا ماديا دنيويا تدهورت معه الأخلاق حتى أصبح إنسانا غريزيا إباحيا كأنه بهيمة عجماء. ووجدنا أنفسنا اليوم أمام سياسة بلا مبادئ، وعلم بلا أخلاق، وفكر بلا قيم، وإن شئت القول أمام حضارة مأزومة ناقصة عقلا وظالمة قولا ومتأزمة معرفة ومتسلطة تقنية، فما أتعسها من قيم.